السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هوريكم ازاي نجيب ورق العنب ونفرزه مع بعض، وازاي كمان هنحشيه. زي ما انتوا شايفين معايا كده بنجيب الورق وبنرصصه زي ما انتوا شايفين بنفس الترتيب كده، وفي العنق بتاعه الاخضر بنقطعه وما بنرمهوش، بنخليه معانا بنحتفظ بيه. لما بنيجي نحشي بنحطه في ارضية الحلة، بيديني مزازة وطعم جميل قوي للورق، وده اول سر من اسرار طعم المحشي ورق العنب الحلو. بعد ما جبنا الورق كده وقطعنا منه العنق بتاعته ورصصناه بنفس الترصيصة دي، ممكن تحطي الورق الصغير مع بعضه والورق الكبير مع بعضه، نكون مجهزين بقى مية بتغلي على النار، ونعصر فيها ليمونة كده وشوية ملح صغيرين، ونحط الورق بتاعنا في المية علشان هنسلقه. والخطوة دي بعملها عشان بتسهل عليا كتير لما باجي ابدأ عملية الحشو. بيبقى عندي الورق متجهز متظبط، قطع عنقه ومرصصاه، وكمان عاملة الكبير لوحده والصغير لوحده، فبيبقى العملية سهلة عليا. وكمان ميزة الطريقة دي ان التعامل مع الورق الاخضر بيكون اسهل بكتير من بعد ما يستوي، لانه بيكون بقى طري معاكي، ومش هتقدري بقى تفتحي ورقة ورقة وتثبطيه وترصصيه فهنا بكون مجهزة كل حاجة زي ما انت شايفة. كمان لما باجي اسلقه بحاول احافظ على ترتيبه، زي ما انت شايفة قدامي، بحاولش اقلب فيه كتير مش عارف ايه، لا بحطه بفرده كده زي ما انت شايفة. وكمان في طريقة حالا هقولها لك هتخليه زي ما هو بنفس ترتيبه. ما تنسونيش بقى باللايك لو عجبتكم الطريقه. بنشيله امتى الورق؟ بعد ما اللون بيتغير بتاعه زي ما انت شايفه كده، لسه انا بقلبه اهو. بعد ما يتغير اللون كله الاخضر ده بيروح، وبيجي اللون الاصفر بتاع ورق العنب اللي احنا عارفينه، يبقى كده استوى معانا. ما بنسيبوش يغلي كتير. بعد ما اللون يغير، اول ما اللون يغير بشيل على طول زي ما انتوا شايفين معايا كده. هشيل الكميه دي واحط بقى كميه تانية. هوريكم بقى الطريقة اللي ممكن تحافظي بيها على ترتيبك للورق. بتجيبي ابرة من الكوار دول، ابرة خياطة من الكبيرة خالص زي ما انت شايفاها معايا كده، وبتحطي فيها فتلة عادي. وبعد كده بتاخدي كمية صغيرة كده من الورق بتاعك، وتروحي مخيطهم في الورق في الابرة. انا بقولك هنا كفاية كمية صغيرة، ما تحطيش كمية كبيرة علشان يتسلقوا معاكي بسهولة. بتحطي بقى الابرة بتاعتك، بتفضلي ماسكة طرفين الخيط، ما بتعديش الخيط من الورق زي ما انت شايفة كده. بيبقوا طرفين الخيط في ايدك، بتقدري تتحكمي في الورق عن طريقهم. بتمسكيهم كده اهوت، وتروحي بقى على مية السلق برضو زي ما انا ماسكاهم كده، وبتحطيهم زي ما هتشوفي معايا. معلش البخار عامل شبورة شوية على الكاميرا، فيا رب تكون الصورة واضحة. انا ماسكه طرفين الخيط اهو، وبحط الورق في الميه وبحركه عادي بقى خالص، بس طرفين الخيط لسه في ايدي. ما بحاولش بقى انعكش الورق قوي، بفرده بس بزيحه بس عن بعضه كده اهوت، علشان الميه تتخلى الورق كله زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بلمه برضو برجعه تاني. الدايره اللي انا فتحتها دي برجع الورق تاني بالراحه، وبعد كده بمسك طرفين الخيط وبشد بقى لفوق، بطلعه بقى من المية لما يصفر زي ما احنا قلنا. لا بقى الورق بيتلخفن مني، ولا اقعد اشيل حبة واسيب حبة ولا اي حاجة خالص. اهو عايزة ارجعه تاني المية برجعه، عايزة اشيله بشيله. شوفوا طلع ازاي بكل سهولة. وادي الكمية بتاعتي اهي. عايزة اقول لكم بقى ان انت ممكن تغسلي الورق وهو اخضر، او تعملي زي ما انا بعمل كده. بعد ما بسلقه وهو في الفتلة بتاعته كده هوت، باخده على مية نظيفة وبروح شطفاه زي ما هتشوفي معايا دلوقتي اهو، زي ما انت شايفة كده بكل سهولة برضو بالخيط بتاعه. وبروح منزلاه ومغطساه في المية، وبحركه كده هوت علشان لو في اي حاجة تطلع في المية. وهو اساسا كده بعد السلق بيكون خلاص كمية كبيرة من التراب تكون طلعت خلاص في مية السلق، وبقى شبه يعني نضيف شوية. فاحنا هنا بنشطفه بقى الشطفة الاخرانية دي، وبعد كده بنجيبه وبنحطه في مصفى
لازم يا جماعة نصفيه من مية كويس قوي 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 قبل ما نفرزه في الفريزر. بعد ما انا غسلته حطيته في المصفى وتقريبا خلاص كده معظم المية اللي فيه خلاص اتصفت، او بحاول اعصره كده بايدي لو فيه شوية مية زيادة ولا حاجة، وفي اكياس التلاجة بتاعتي، وبحاول اخرج منه اي هوا. يبقى لازم اي حاجة بفرزها يا جماعة زي ما انا عملت لكم قبل كده، اي حاجة بفرزها لازم اطلع منها اي كمية مية واي كمية هوا. بعد كده بقى بجيب خلطة المحشي بتاعنا، طبعا سهلة ومعظم الناس عارفينها، بس هنا احب اقول لكم ان انا بضيف بس في التوابل بتاعتي، بحب في ورق العنب بالذات احط غير الملح والفلفل احط شوية توابل السبع بهارات، وبحط معايا برضو شوية كده صغيرين من بهارات اللحمة، وطبعا مع شوية الكزبرة وشوية كمون صغيرين كده. بهارات اللحمة والسبع بهارات بيدوله طعم حلو قوي، بيعوضلك كمان طعمة اللحمة لو انت مش حاطة لحمة مفرومة زي كده، بيديله طعم جميل. وزي ما انتوا شايفين معايا في الصورة كده، اسهل طريقة يا جماعة لحشو ورق العنب من غير بقى ولا مكنة ولا حاجة، والله ان شاء الله بالطريقة دي هتبقي اسرع كمان من المكنة. هي الطريقة اللي انتوا شايفينها معايا دي، هات اي صينية وافردي كده عليها ورق العنب الناحية الخشنة ناحية فوق، اللي هي اللي انا بحط عليها الرز، الناحية الخشنة اللي انا بحط عليها الرز زي ما انتوا شايفين معايا كده، وببدأ الف كده اهو. اول لفة بفرق طبعا الرز زي ما انتوا شايفينه على الورق بتاعي كده، اول لفة، وبعد كده بطبق من اليمين ومن الشمال عشان اقفل الورقة، وبعد كده بكمل اللفة بتاعتي. هتشوفوها معايا كمان اهو، واحاول اقرب لكم الكاميرا شوية. زي ما انتوا شايفين مرصصة الورق بتاعي، بحط شوية الرز في كل ورقة. والله دي اسرع طريقة يا جماعة، اسرع واسهل كمان طريقة. بحط الرز اهو، بلف كده عليه، ادي الطرف الاولاني كده، الطرف التاني معاه. هما الورقة بتبقى فيها طرف كده اما مفتوح، بجيب طرف الورقة المفتوح ده زي ما انتوا شايفين معايا كده، بقرب لكم الكاميرا اهو، الطرف ده والطرف ده، وبعدين الف لفة بس، وبعدين اتني يمين وشمال اهو زي ما انتوا شايفين، واكمل لفة بقى، اكمل لفة الصابع اهو. شوفوا بيبقى مقفول بقى من الجوانب اهو، وما تحاوليش تقفلي عليه قوي، يعني ما يبقاش مضغوط قوي علشان الرز لسه هيستوي معاكي، يعني لا تسيبيه قوي ولا تضغطيه قوي اهو. هعمل لكم كمان واحد اهو، بتجيبي الطرف ده والطرف ده اهو، بتقفلي كده اهو، تعملي ايه رول اهو، وبعدين اليمين والشمال، وبعدين بتكملي لف الورقة بتاعتك دي. لو كانت الورقة كبيرة، لو كانت الورقة متوسطة، طب لو كانت صغيرة حطي ورقتين على بعض، حاولي تعملي ورقة كده من ورقتين مع بعض. هجيب لكم حالا برضو منظر ان انا عندي ورقتين صغيرين وحطهم على بعض وبعمل صبع عادي خالص. انا سرعت الكاميرا هنا شوية علشان اللي حابة تشوف معايا كام صبع كده وانا بحشيهم، احشوا معايا بقى الكام صبع دول وانا مسرعة الكاميرا كده لحد ما تيجي الورقتين الصغيرين وتشوفوا معايا، وخصوصا البنات الصغيرين اللي لسه مش عارفين ازاي يحشوا ورق العنب او ملهمش قوي في المحشي. والله طريقة سهلة جدا يا جماعة، وهتخلصي وهتنجزي بيها كتير، وممكن تعمليها على بيات كمان، وبيبقى الطعم جميل. وبتحطي الحلة بتاعتك في التلاجة عادي خالص، والصبح بتسويها. هنا معايا الورقتين هما الصغيرين، بصي بحط واحدة وفوقها واحدة، وبكون ورقة كبيرة اهي بنفس الاتجاه وبنفس الترتيب وبنفس شكل الورقة الكبيرة اهو. وبروح برضو سايبة الفتحة لفوق، وبحط الرز بتاعي عادي خالص، وبقفل عادي خالص اهو، شايفين اهو، بقفل برضو عادي خالص، وبلم الورقة وبفرد الرز كده جوه. على فكرة نسيت اقول لكم الموضوع ده، بفرد شوية كده، ولو لقيت الرز كتير بنقص على قد الورقة، يعني الموضوع في ايدينا، يعني مش صعب ولا حاجة، بحيث ان الورقة تتقفل معايا بكل سهولة والرز يبقى على قد الورقة. بحاول بقى ما اخليش حتة تخينة وحتة رفيعة، لا بحاول اسوي كده الرز بايدي واعمل الرول كده حلو ومتساوي، وبروح قافلة عادي خالص الورقة اهو. انا بعمله بالراحة جدا عشان تشوفوا وعشان تعرفي ازاي يعني لو حتى برضو ما عندكيش ورقة كاملة مع بعضها اهو، ازاي يطلع صابع
زقنون وجميل كده وحلو اهو. ممكن يتحط في اي فراغ كده صغير. دي ورقة صغيرة برضو اهي، ممكن اجيب ورقة اصغر منها برضو واحط معاها، بحيث ان انا برضو يبقى عندي شكل ورقة متوسطة كده. وبكمل محشي عادي خالص لحد بقى ما اعمل الكمية بتاعتي كلها. وتعالوا بقى اوريكم ازاي هنرصصها في قلب الحلة. وعلى العموم انا عايزة اقول لكم كمان ان انا ما بعملوش في حلة. معظم المحشي اللي انا بعمله سواء ورق عنب او كرنب او اي حاجة يا جماعة بعمله في صينية وبيطلع زي الفل واحلى كمان من الحلة بكتير. تعالوا اوريكم كده معايا ازاي هنعمله كمان ونرصصه، لانه بيبقى له برضو ترصيصة حلوة كده، بحيث ان انت لو عايزة تقلبيه زي الشيفات الكبار تقلبيه وانت مش خايفة ومطمنة خالص. بجيب الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده وبحط فيها حلقات من البصل وكمان عليها حلقات من الطماطم. قبل ما احطهم بكون حاطة مادة دهنية، اي مادة دهنية، زيت، سمنة، اي اللي انت عايزاه. بكون مجهزة بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده هو صدور فراخ مشوحاها او وراك او اللي انت حباه، او لحمة زي ما انت شايفة كده. بيكون اللحمة متقطعة برضو رفيع شرايح كده زي الصدور. اللحمة عرق الفليتو مثلا او كده. اللي وراك بيكون يعني مفتحاها شوية ومحمراها او مشوحاها برضو على النار، مديالها الصدمة. لازم تديلها الصدمة الاولانية دي قبل ما تحطيها في حلة او الصينية بتاعتنا، حلة المحشي او الصينية او صينية المحشي. لو انت هتحطي اللحمة او الفراخ بتاعتك لازم تكوني مديالها صدمة على النار الاول زي ما انت شايفة. اذا كانت صدور، اذا كانت وراك، اذا كانت شرايح اللحمة، لازم تديلها الصدمة. وبعد كده بترصصيها بقى على شرايح البصل والطماطم بتاعك. لو انت مش هتحطي اللحمة او الفراخ بتاعتك في الارضية حطي شرايح ليمون. لو انت عاملة اللحمة لوحدها او الفراخ لوحدها مع البصل والطماطم تحطي شرايح ليمون، او ممكن تستغني خالص عن البصل والطماطم وتحطي عروق الورق اللي احنا قطعناه. عنق الورق اللي احنا قطعناه دي بتحطها في الارضية وبتحط معاها شرايح ليمون، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. وده معظم الوقت بعمل كده، يعني معظم الوقت بيكون الفراخ محمراها في الفرن لوحدها، عاملة فراخ مشوية في الفرن زي دي كده. وطريقتها عندكم في القناة روعة، اتمنى ان انتوا تجربوها وتجربوا طريقتي، هتعجبكم قوي ان شاء الله. وعاملة صينية المحشي لوحدها في الارضية بتاعتها شوية ورق مش عايزاهم، وشوية عنق من بتاع الورق، وكمان شرايح ليمون معاه. لكن هنا عشان عندي الفراخ مش هقدر احط بقى شرايح الليمون عشان هتأثر لي على طعم الفراخ شوية. هحط بس البصل والطماطم ومعهم شرايح الفراخ. تعالوا بقى نرصص كده المحشي بتاعنا بعد ما حشيناه كله. زي ما انتوا شايفين معايا كده بجيب الصوابع بتاعتي وبحطها بالطول كده مش بالعرض. بوز الصابع بس هو اللي عند الصينية، عند حرف الصينية. هعمله داير ما يدور بالمنظر ده اهو. واحاول بقى الحتت الفراغات دي اعملها اظبطها، بحيث ان انا لما اجي اقلب الصينية بتاعتي يبقى القلبة بتاعته مظبوطة وما يتفرطش عن بعضه. في النص بقى برصص اي ترتيب كده اهو، وما تزنقيش برضو صوابع قوي عشان يستوي معاكي كويس. زي ما انتوا شايفين بعمل ادوار بقى على بعضها وبس بسويه بقى زي طريقة المحشي العادي، ما بحاولش اغطيه بالمية قوي، يعني على اخر سطر بالظبط تكون الشوربة بتاعتي. هنا بقى السر في طعم المحشي ورق العنب، ان انت بتكوني عصرة ليمونة او ليمونتين، او تحطي معاهم كده نطرة على بوز المعلقة من ملح الليمون، بيديكي مزازة ورق العنب روعة روعة روعة. عشان كده وانا بسلق الورق ساعات كتير ما بحطش ليمون، او لو عصرت بعصر حاجة خفيفة جدا، لان بعد كده في التسوية عارفة انا بحط ايه بقى، بيخلي الورق له مزازة وحلاوة كده. ومعلش يا جماعة الفيديو التسوية ده راح مني، بس يعني هي الشرح واضح. ولو عندك كمان دبس الرمان كمان جميل جدا بيتحط معاه، بيخلي له برضو مزازة جميلة.
وبعلي عليه، وبعد كده بعد ما يغلي غلوتين 3 ويبدأ يتشرب المية اروح موطيه عليه. وعندكم حلقة كاملة عن محشي الكرنب والخلطة بتاعته. الخلطة بتاعت محشي الكرنب ده لأي محشي، بس زي ما انا قلت لكم هنا بزود شوية بهارات بس. هي دي الفرق بينه وبين المحشي بتاع ورق العنب، نفس طريقة التسوية وكل حاجة. هنا بقلب بقى الصينية اهي. معلش البخار برضو لان الحاجة كانت سخنة جدا، الصينية سخنة جدا، بس يا رب يكون المنظر باين شوية. يعني انا هحاول اظهره شوية دلوقتي. وبكده بيكون خلصنا كلامنا عن محشي ورق العنب، ويا رب يكون كفيت، ويا رب كمان يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. ولو عجبكم يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، والدعوة الحلوة ليا منكم ولأولادي بصلاح الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.